السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة خديجة بن حمزة. واليوم ان شاء الله وصفة جديدة وفيديو جديد، وغادي نحضر معكم فطائر المقلاة. وجبة سريعة وسهلة وتيجي خفيف ولذيذ، وشهيوة تتكون هكا في الكوتي اولا هكا في الفطور ديال الصباح، تتجي رائعة بزاف بزاف. ونتمنى ان شاء الله اللي باقي ما اشترك في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش من التعليق والبارطاج مع الحباب والصحاب. وغادي نبداو على بركه الله. عندي هنا 3 كؤوس من الماء الدافئ، وكاس من عصير ليمون، معلقه كبيره الخميره الخبز، ومعلقه كبيره السكر سنيده. هنا السكر سنيده تيبقى اختياري، اللي ما بغاش السكر ما يديروش. غادي نضيف هنا في واحد السلافه كاس ديال الليمون و3 الكيسان ديال الماء يكون دافئ، ضروري يكون الماء دافئ باش الخميره هنا باش يخمر ليا هنايا الفطائر. غادي نضيف السنيده وغادي نضيف الخميره ونضيف الملحه، وغادي نخلط هاد المكونات. وغادي نجيب هنا واحد الغربال، غادي نضيف عندي هنا 4 الكؤوس من الدقيق ديال الفينو اي السميد الناعم اللي تنعجنوا به الخبز. 4 الكؤوس اللي غادي نضيفهم، غادي نغربلهم وغادي نجمعهم بواحد الفوي كما تلاحظوا معايا هنايا. غادي نجيب الخلاط الكهربائي وغادي نوضع فيه هذا الخليط. اللي عنده الميكسور يخليه في الزلافه ويدير له الميكسور يطحنو. وهنايا انا درت الخلاط الكهربائي وكنطحنو مزيان حتى نطحنو. وغادي نجيب الزلافه اللي انا خلطت فيها ونعاود نضيف لها هذا الخليط، وكنزل كاع البقايا الباقي لي انا في الخلاط الكهربائي. وغادي في الكاس ديال الخلاط، وغادي نجيب واحد البلاستيكه او الفيلم المونتير وغادي نغطي هاد الزلافه، وغادي نخليه هنا العجين حتى يختمر ليا مزيان. انا من بعد ما خليته واحد نص ساعه حتى اختمر ليا، حطيته في مكان دافئ وكنحركو كما تشوفوا. القوام اللي تيجي هو هذا القوام ديالها. وغادي نجيب واحد المقيله اللي غندهنها بالزيت. هنا عندي هاد المقيله اللي ما تتلصقش، وكندهنها بالزيت وكندير مغرفه ديال الخليط ديال العجين، وكنخليها حتى تطيب من الوجه التحتاني، وكنبقى كنقلب لها الجوانب نشوف واش بدات كطيب ولا لا. هنا بانوا لي الجوانب بداو يتحمروا صافي راه طبت. نجيب مقله اخرى كبيره شويه وغادي ندهنها حتى بالزيت، وكنعاود نقلبها فيها، يعني الوجه الثاني غيطيب في مقله اخرى. وكنستمر بهذه الطريقه، كندهن دائما بالزيت ونخوي مغرفه ديال العجين ونخليها حتى طيب من الوجه التحتاني، ونقلبها في المقله الاخرى. يعني كتسهل عليا المأموريه هذه المقله الاخرى، يعني وحده كنحمر فيها الوجه الثاني وحده كنطيب فيها الوجه الاول، وكنستمر حتى تنكمل هذه الكميه اللي عندي. راه تيجي خفيف ولذيذ بزاف كما تشوفوا معايا، تيجي مذهب. علاش كنديروا سكر سنيده؟ كتعطينا هذا اللون ذهبي وتيبقى اختياري كما قلت لكم. وكما شفتوا معايا تيجي مفشفش من الداخل وتيجي خفيف بزاف بزاف. ونتمنى تجربوه، راه لذيذ ورائع. وهي هذه وصفتنا اليوم. وغادي ندير واحد شويه العسل وتيجي رائع، وتا في الشكل لا في المذاق ولا في الشكل تيجي شهيوه رائعه بزاف بزاف. ونتمنى لكم التوفيق والصحه والسلامه.